مرحبا بكم في هذا الفيديو حول خرافات شائعة عن الذكاء الاصطناعي. في عصرنا الحديث، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من الهواتف الذكية إلى السيارات ذاتية القيادة. ومع كل هذه التطورات، ظهرت خرافات كثيرة حول هذا الموضوع. في هذا الفيديو، سنكشف عن بعض هذه الخرافات وأوضح الحقائق خلفها. في البداية، يجب أن نفهم ما هو الذكاء الاصطناعي. هو تقنية تمكن الأجهزة من أداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري، مثل التعلم والاستنتاج والتعامل مع اللغة. يمكننا رؤية تطبيقاته في العديد من المجالات، من الصحة إلى التعليم والصناعة. الآن، لننتقل إلى الخرافات الشائعة حول الذكاء الاصطناعي. من أشهر هذه الخرافات أن الذكاء الاصطناعي سيسيطر على العالم وسيستبدل البشر. هذه فكرة خيالية تظهر في الأفلام والروايات، ولكنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة. الذكاء الاصطناعي تم تصميمه لخدمة البشر وتنفيذ المهام التي لا يمكن أو لا ينبغي أن يقوم بها الإنسان. أحد الخرافات الأخرى هو أن الذكاء الاصطناعي سوف يأخذ مكان العمل البشري. بينما من الصحيح أن الذكاء الاصطناعي سيغير الطريقة التي نعمل بها، إلا أنه سوف يخلق أيضا فرص عمل جديدة لم يتم تصورها بعد. على سبيل المثال، أصبحت مهن جديدة مثل مهندس الذكاء الاصطناعي ومدرب التعلم الآلي شائعة. كما يعتقد بعض الناس أن الذكاء الاصطناعي غير آمن ويمكن استخدامه لأغراض شريرة. وهنا يأتي دورنا نحن كبشر في إعداد هذه التكنولوجيا لخدمة الإنسانية. من خلال وضع قوانين ولوائح صارمة، يمكننا منع استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغراض الضارة. الواقع خلف هذه الخرافات هو أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة قوية لتحسين حياتنا. يمكنه مساعدتنا في حل مشاكل معقدة، مثل مكافحة الأمراض وتنفيذ إجراءات الأمان. كما يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التعليم وجعله أكثر تفاعلا وفعالا. في مستقبل الذكاء الاصطناعي، يمكننا تطورات مذهلة. سوف نرى تطبيقات جديدة في مجالات مثل الصحة والصناعة والنقل. كما سوف نرى تطورا في مجال الروبوتات، حيث سوف تصبح أكثر قدرة على التفاعل مع البشر. لنختتم، يجب أن نخلص أن الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجيا شائعة ومثيرة، ولكنها ليست مخيفة كما يعتقد الكثيرون. من خلال فهم الحقائق خلف الخرافات، يمكننا استغلال هذه التكنولوجيا لتحسين حياتنا ومجتمعاتنا. شكرا لمرافقتكم في هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا لمتابعة المزيد من المحتوى المثير حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.